بينما فريق الجونه بيمثلوا لحراسه المرمى. ادي فرصه الجونه، لكن برافو شريف اشرف. ادي اللعبه بتتعدى امام حضراتكم، وادي شريف اشرف هو الجول، لكن بيتاخر فيها شريف اشرف شويه وبيسدد ضعيفه في جسم الحارس احمد حسين عشان ضاغط فريق الجونه. في اول دقايق الشوط الثاني حضراتكم حتى الان ما شفناش خطوره للنادي المصري على مرمى الجونه. وادي كرة عرضية خطيرة، لكن يا راجل مش ممكن بتعدي هو على حدود خط ال 18. كان احمد داود في الكرة اللي فاتت. هذه العرضية بيتقدم احمد داود ومش تسلل، بيلعب كرة وهو والجون والثلاث خشبات، لكن يطيح بيها فوق العرض. خارج محمد خليفة ونازل محمود عبد الحكيم بدلا من اللاعب محمد خليفة رقم 11. كريم طارق يعدي ويرقص، عايز يعدي يلعبها لشريف اشرف، هو الجون شريف اشرف يا راجل مش ممكن. شوف اسلام محارب بيعدي ويرقص ويلعبها مؤشره لشريف اشرف، يعني ينكشها كده من فوق الحارس كانت هي وجول. ادي اسلام محارب بيرقص سيد عبد العال على حدود 18 ويهيئها لشريف اشرف، يعني عايزه كده الكوره من تحت لفوق كده ينكشها. التبديل الثاني لفريق نادي النصر. بيمرر على طول لحماده يحيى لاحمد رؤوف، احمد رؤوف لكن برافو من قدامه على طول. ادي اللعبه برافو على طول. اعتقد محمد رزق يعلي محمد رزق، لكن بالبوكس بيطلع احمد حسين خارج. لف حلوه لكن بيضمنها كده احمد حسين وبيطلع بالبوكس، كان ممكن يمسكها لكن. وادي تبديل خرج عاشور الادهم ونزل مكانه اللاعب التبديل الثالث احمد سمير المصري بنزول اللاعب احمد سمير. خطيره داخل ال 18 اسامه عزبه، والعرضيه الخطيره بيلمس على طول حلوه عامر. بدانا نسمع صوت ادي الكره العرضيه اللي بيلمسها على طول عامر. جمعه عايز يعدي وعدى ويعمل العرضيه، لكن حلوه بتخبط في الشبكه كده من فوق شكلها حلو، لكن تخرج الى ركله مرمى لنادي الجونه. داخل ال 18 محمود عبد الحكيم بيلعبها حلوه وضربه راس، لكن ضربه راس كده من عامر. كره اماميه على صدره اسلام محارب، وادي تسديده حلوه، لكن ادي اسلام محارب بيستقبل على صدره ويسدد كوره قويه، لكن محمود عبد الحكيم يلحق. محمود عبد الحكيم بيرقص وعرضيه مره ثانيه وخطيره، لسه خطر حماده يحيى تخبط وترجع، لكن مين اللي كان مكمل في الكره اللي فاتت؟ ادي محمود عبد الحكيم، وادي احمد رؤوف يلعب الكره تخبط في العارضه، لكن اصطدام كده بين احمد سمير والحارس عامر في الكره اللي فاتت. ادي احمد رؤوف بقول لحضراتكم لاعب قناص، راح مع الكوره ولعب فيرست تايم على طول. حكيم داخل محمود عبد الحكيم وفي القائم وفي العارضه تخبط وترجع. فرصه بدا يضغط، وادي اللعبه تتعدى امام حضراتكم وترجع في العارضه. كان معاه عامر لكن الكوره كانت تخطط، لكن اسلام محارب عايز يعدي وعدى هيعمل عرضيه بيرقص مره واثنين وثلاثه والعرضيه تخبط. بدانا كده يعني اسلام وبيلم محمود سيد على حدود ال 18. اسلام محارب لمحمود سيد بيلموا داخل ال 18 وسط الزحمه، وقع عفيفي بيوعد حسني بيغير على حدود ال 18 حلوه. هو جون يا راجل مش ممكن. يا على الفرصه اللي بتعدي من عمر السعيد. ادي الكوره هو جون تماما عايز يلعبها بدماغه اللاعب عمر السعيد، بيضيع اسهل فرصه في اللقاء حتى الان. يوصل للحارس بيرقص علي عيد عايز يسدد قويه، لكن برافو احمد حسين حارس المرمى. ادي علي عيد بيرقص وبيسدد كرة قوية، لكن يمسك على طول احمد حسين. عامل مباراة جيدة الحب، بيطلع اسلام صلاح. كانت فرصة مرة ثانية ترجع لفريق الجونة. محمود سيد وادي تسديدة حلوة والهدف بدل من ضائع. تسديدة
رائعة من محمود سيد. ادي التسديدة على يمين الحارس احمد حسين، تسديدة قوية ما يقدرش يعمل لها حاجة احمد حسين عشان تدخل وتعانق اللقاء. احمد العدوي تعلن نهاية زمن واحداث هذا اللقاء بفوز غالي لفريق الجونة بهدف لا شيء احرزه.